السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل احلى حلة محشي ممكن تاكلها في حياتك. هقولك ازاي تعملي المحشي كل صباع قد الصباع التاني، وازاي يطلع معاكي مفلفل وجميل وطعم طبعا حكاية، وبيكون بيلمع كده اللمعان اللي انتوا شايفينه في الحلة. وهقولك طبعا التكة اللي انا بضيفها على المحشي عشان يطلع طعمه جميل. اول حاجه كده ريت نسمي لو نصلي على الرسول. اول حاجه هنجيب الكرنب المتوسطه، ما نجيبش الكرنبه الكبيره ولا الكرنبه الصغيره عشان تكون الورقه بتاعتي مظبوطه. وهنجيب السكينه كده ونقور الكرنبه. طبعا لو عندك حله تكفي في الكرنبه هتاخديها كده زي ما هي وتحطها في الحله. الحله بتاعتك صغيره، هتشيلي كام ورقه من كده وبعد كده ترجعي تحطيها في الحله. انا شلت كده ورقتين اصغرها شويه عشان تاخد الحله، هتاخدها على قد كده. طبعا بسيب المية تغلي جدا جدا لحد ما تعمل فقاقيع، وبحط شوية ملح وذرة كده كمون بسيطة. الورقة اللي تستوي كده وبايد ونصلي على النبي كده وبنشيل الورقة طبعا، او انتي او بالمساك او اي حاجة. طبعا انا بستحمل عادي السخونية يا جماعة، مش خارقة ولا حاجة، بس عادي بشيلها انا بطريقة معينة. وبعد كده بطلع كل طبعا الكمية. هنا بجيب الخضرة واغسلها وانقعها كويس جدا جدا، واكون هنا طبعا خرطة بصلتين وحطيت شفشقين طماطم واسيبهم لحد ما يسبكوا خالص. وعملت معاكم طبعا تسبيكة المحشي كذا مرة. يكون هنا الورق برد معايا، برصهم طبعا. شايفين الرصة الجميلة ديت؟ العرق على العرق والورقة تبقى مفرودة. بشيل كده كل العروق بالسكينة. طبعا طريقة التقطيع دي مبتاخدش معايا دقيقتين، بكون مقطعة الكرنب كلها تمام. بشيل كده العروق على جنب. يا رب تكون الطريقه واضحه. انا ممكن اعمل لكم طريقه التقطيع دي لوحدها في فيديو لوحده. وبتقطعي كده بالطول 3 قطع على حسب طبعا طول الكرومبه، وبترسم. طبعا انا مبطئه الفيديو يا جماعه عشان طبعا تفهموا، لكن انا التقطيع ده ما بياخدش معايا الكرومبه. هي الكرومبه دي كلها ما بتاخدش معايا والله اقل من دقيقه. وبتقطعي كده طبعا كده كل الكرنب. هتلاقي كل الصوابع قد بعضها، في الصباع كبير ولا صباع صغير. هركنهم بقى كده على جنب. شايفين طبعا الجمال؟ هاجي هنا بقى كرنب الحله طبعا هم بتاعتي مفيش هرص ورق فيها كرنب بيفيض عندي، بطاطسايتين، دول الورق اللي انا طماطميتين، وانا بوضب شويه الجزء اللي هو بيبقى الصغير العروق من بفرشه كده. اللي فاضل وبحط من كده بطاطس وطماطم زي ما انتم شايفين، بحبها الخضره. جدا، بيبقى طعمها وهاجي حلو هنا طبعا جدا. الناس اللي هاجي طبعا مبتعرفش احشي تظبط الكرنب، الصباع هجيب هتجيب كل المعلقه ورقه كده الصغيره. وهجيب المعلقه بتاعتي المعلقه الصغيره الصغيره دي هملاها، بتكون معاكي وهلف كده الصوابع كل طبعا بالظبط. واحده ما طبعا انا مش تبقاش صباع بعمل اكبر من التاني. طبعا كالعاده، في مش ناس بعمل بتحبه كبير صغير بالمعلقه. على حسب ما لكن انت دي للناس بتحبيه، بس المبتدئه انا اللي بحب عايزه المقاس ده تعرف حلو جدا كمان. لما توصلها يستوي طالما هيكبر كمان يعني، صباع كبير لان وصباع الرز صغير بيزيد، بتجيبي المعلقه فهو الصغيره كده حلو بتاخدي جدا. ملو المعلقه، احب الصباع وبتلفي المحشي طبعا مظبوط كده جدا عندك جدا هنا الورقه زي ما انتم شايفين مظبوطه. كده. طبعا لو وكده عايزين الرز كله تكبروا او قد بعضه. تصغروا على لكن حسب انا طبعا باخد بايدي يا جماعه وبرص رغبتكم. على طول، بنفس ان انا الطريقه عارفه طبعا هحشي كده، هجيب الكميه اللي بحطها رز قد ايه في كل الرز بتاعي الصوابع. واحطه. بس انا هلف بصراحه مش طبعا بعمل بالمعلقه كل لان انا عارفه الورق مقاس اللي صباع معايا هنا المحشي واركن بتاعي، على جنب فبعمله لحد ما بنفس اخلص كده. وعشان كل اخلص الكرنب بسرعه، اللي بس انا هنا من معايا. الناس اللي هي مبتدئه ومش هخلي عارفه طبعا تعمل صباع الورق الاخضر المحشي من تحت ازاي. والورق بالمعلقه الابيض الصغيره من بتاعتي فوق. كتبنيها انا رز، بحب وبتكتشف عموما بنفس الورق الطريقه دي. الاخضر، طبعا دي اسهل بحس طريقه. كده طبعا مدي صوابع مزة المحشي ورق افرض صباعي العنب. بقى اكبر بنخلص من طبعا كل صباع، لفه اهو هلف طريقه طبعا اللف كل مظبوطه. المحشي اللي وشايفين معايا الصوابع بالشكل ده، كلها وهرجع لكم مفيش عشان احطه في صباع الحله اكبر واقول لكم من ازاي صباع ترصوه عشان التاني يستوي ولا اطول معاكم من بطريقه الصباع التاني. صحيحه. طبعا اهو خلاص انا كده انا رصيتها خلصت كل واوريكم طبعا المحشي حتى بتاعي. كل الورق الصوابع الاخضر طبعا من زي ما تحت انتم عشان شايفين قد ارصه بعضها، من مفيش تحت. صباع اكبر من والورق التاني. الاحمر طبعا والصوابع دي اللي هي الابيض اللون سوري يا الاخضر جماعه دي اللي هي حطاه ما من برميهاش فوق. زي ما قلت لكم، خلاص بحبها كده جدا. طبعا انا هحط في بس بفصلها الحله. عن باقي الكرنب لان بتفرشي انا طبعا بحطها في قعر الحله عشان الحله تديها كده، سوا اكتر. بجيب طبعا بترصي الحله داير بتاعتي ما اهي، يدور. وبعد كده وباجي هنا بتحطي بالصوابع الخضراء اللي بالطول انا قلت لكم على يعني حسب الكميه. بالعكس طبعا لحد هتلفي داير طبعا ما ما يدور تخلصي كده في قعر كل الحله. الحلة كده. بعد ما خلصتها طبعا شايفين الرصة الجميلة والصوابع الجميلة بتاعتي كده، هروح على البوتاجاز. بحط طبعا مكعب ماجي يا جماعة في المرقة، وطبعا طماطميتين وبقطعهم، وبزود المرقة صباع صغير. هنا عندي الشطة لو الناس اللي بتحبوا سبايسي، دي الشطة اللي انا بعملها للكشري. بحطها في التلاجة لو فاضت. وهنا يعني ايه بحط كمية على حسب ما انتي بتحبي الشطة. وبعد ما بيستوي شايفين طبعا الشرب بياخد على النار نص ساعة. وبعد كده بتطفوا عنه. شايفين المحشي عامل ازاي كده؟ وحمرت البطاية طبعا هنا نص بطاية جميلة كده. كان احلى محشي ممكن تاكليه. شايفين اللمعان؟ ممكن تحطي معلقه سمنه، لكن فيها شوربه البط بتخلي لمعان للمحشي. بس انتي لو عايزه المحشي يلمع معاكي وهو بيستوي حطي معلقه سمنه قبل ما يستوي. هتلاقي المحشي كله فيه لمعه كده وجميل. شايفين طبعا يا جماعه الرز مفلفل وجميل جدا. وكده وصلت معاكم لاخر الفيديو. يا رب يكون الفيديو عجبكم. حطوا لايك واشتركوا في القناه لو عجبكم الفيديو.